السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشني جدا جدا. النهارده هنعمل شوربه خضار. نخش كده في الموضوع على طول بقى، عشان ايه؟ مفيش داعي للرغي كتير، الفيديو اصلا قصير. انا جايبه الفاصوليا الخضرا ديت وبسله وجزر، وقطعتهم وغسلتهم كويس ونقعتهم طبعا في خل وملح. مش خل كتير، يعني رشه ملح كده وخل وميه، تمام؟ عشان الرواسب وحاجات كده تنضف يعني، تمام. معايا بصله مقطعاها، معايا ده صدر فرخه انا مقطعاه كده مكعبات، تمام. ومعايا بطاطس انا مقطعاها وحطاها في الميه زي ما انت شايفه كده، تمام. نروح على طول كده حله وبوتاجاز على طول، فيها حبه زيت او سمنه زي ما انت عايزه طبعا. تسخن كده الزيت كده بسيط، حطي عليه البصلايه. انا عامله بصلايه كده حلوه يعني، هي مش كبيره قوي قوي بس كبيره، فاهمه انت الحته دي؟ طبعا انا مش عايزه البصلايه تحمر ولا حتى تصفر، انا عايزه البصلايه يدوب كده تبتدي تدبل كده. انا عايزه وانا باكل الشوربه احس ان انا في طعم البصل فيها، يعني احس كده بالبصل يعني، تمام. هحط طبعا كده على طول صدر الفرخه، وهبتدي ان انا اقلب كده لغايه ما لونه يتغير، عارفه اللي هو ازاي بديله كده صدمه او بشمعه كده، يدوبك كده بخليه لونه يتغير للابيض، مش احمر ولا اصفر ولا حاجه خالص. هقلبه كده تقلبتين حلوين. يا جماعه اللي بيشوفني يا ريت من فضلكم لايك، اللايك ده مش هيضركم في حاجه لكن هينفعني انا جدا، لايك من فضلكم. اشتراك اللي بيشوفني لاول مره وما اشتركش، ربنا يخليكم ليا يا رب. طبعا شوربه الخضار ديت مفيده جدا في الشتاء، واحنا في بدايه الشتاء ما شاء الله داخل علينا جامده يعني. الحاجات ديت انا عاملاها عشاء، يعني انا الصراحه يعني هاكلهم ايه وانت عارفين حيره كل الامهات في ان احنا نعمل اكل ايه وغدا ايه وفطار ايه يعني. يعني يمكن الفطار هي الحاجه الوحيده اللي معروفه، يعني فول وطعميه وبطاطس والحاجات دي. بس انا فعلا طول الوقت بفكر بقى اغديهم ايه وعشيهم ايه. طبعا بعد ما دبلتهم كده كويس الفراخ والصدر الفرخه والبصل، حطيت عليهم على طول الخضار تقليبه، تمام. طبعا انا بصور بايد، كل مره بقول كده بصور بايد وبقلب بايد، فمش متحكمه كويس. انا مش عايزه اهري الحاجه قوي، وخصوصا الفراخ يعني. البطاطس انا صفيتها من الميه، طبعا انا قطعتها حطيتها في الميه عقبال ما احضر بقيه الحاجات عشان ما تسودش. ويا جماعه ديت كلها خضار، يعني الخضار ده مفيد جدا، مش عايزه اقولك مفيد جدا ازاي. الجزر والفاصوليا والبطاطس دي كمان جميله وكلها نشويات ومفيده جدا، تمام. والبسله جميله والجزر مفيد جدا جدا يعني. فيا ريت يعني نعمل الحاجات ديت كتير. طبعا انا حطيت حته الفراخ ديت بتدي طعم حلو جدا. حطيت طبعا كده نص معلقه صغننه من الثلاث بهارات بتوعتي المفضلين، فلفل اسود والكمون والكزبره. حطيت نص معلقه كده صغيره لان انا هحط شوربه، والشوربه انا حاطه فيها توابل، تمام. دي شوربه انا مصفياها، طبعا الشوربه انت عارفين بيبقى فيها توابل يعني، فعشان كده مكترتش في التوابل، بس انا بحب التوابل جدا يعني، خصوصا الثلاث بهارات دول. طبعا حطيت كده عليها الشوربه. طبعا هي كده يعني لو استوت هتشرب طبعا الشوربه دي هتقل، فهتبقى زي ما تكوني مثلا ايه، عامله خضار سوتيه يعني. فانا هزود شويه ميه، دي ميه عاديه يعني، دي ميه. الطبق اللي انا كنت حاطه فيه او البول اللي انا كنت حاطه فيه ده الشوربه، جبت على طول بيه، مش لازم تفسخي مواعين وتجيبي مواعين وتحطي في مواعين، جبت على طول بيه ميه وحطيت زودت الشوربه على طول، فاهماني؟ انا ما بحبش المواعين خالص، بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اقل في المواعين. دي المعلقه طبعا خلاص كده ايه، دي نص معلقه ملح، لان انا لما دقته حسيت ان هو عايز ملح. ده انا كده خلاص هو استوى وانا كده هطفي، تمام. بص طعمه وشكله عامل ازاي، طعمه كان تحفه جدا جدا، بص شكله عامل ازاي، وحياة ربنا طعمها كانت تحفه وريحتها كانت روعه. يعني شوربه الخضار دي اكتر حاجه مفضله عندنا، هي ولسان عصفور. طبعا كده غرفتها.
ما اقولكيش طبعا المنظر كان تحفه. الالوانات ديت حلوه جدا جدا. الاطفال بيحبوا الحاجات دي جدا، الالوانات دي. وطعمها كان تحفه وريحتها كانت تحفه، والفراخ كانت مديلها طعم حلو جدا. وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي، ومتنسونيش في اللايك. اتمنى تجربوها وتعجبكم يا رب. الف شكر على المتابعه، تسلموا لي يا حبايبي.